اتكلم حاجه على عماد متعب بس يعني. والله العظيم ربنا عالم انا قد ايه بحب عماد متعب جدا جدا جدا. ويمكن انا من سنتين فاكر ما بركات اعتزل وابو تريكه كنت طالبت عماد ان هو يفكر جديه في فكره ان هو يسيب الكوره ويتجه لحاجه تانية، فزعل مني جدا عماد متعب. وانا مش حابب والله العظيم والله العظيم انا من جوايا مش حابب اشوف عماد متعب. عماد متعب نجم كبير جدا جدا جدا. عماد متعب ايام كابتن حسن شحاته كان بيتحط والفرقه تتحط عليه. عماد متعب من اكتر اللعيبه احرزت اهداف في مباريات القمه، واهداف جميله واهداف مؤثره. عماد متعب جاب اهداف مصيريه في البطولات الافريقيه. فعماد متعب قيمه كبيره جدا. اللي بيحصل ليه النهارده ده لا يسر اي انسان بيحبه، وحتى لو عدو يا راجل ما بيحبوش. يعني حتى انا عارف ان جمهور الزمالك كمان بيحب عماد متعب لان هو محترم ومؤدب، لدرجه ان بعض من جماهير نادي الزمالك عايزين عماد متعب يجي نادي الزمالك يعني بسبب قيمته. لكن احنا بنبص دلوقتي على اللي موجود. عماد متعب لو بقى في النادي الاهلي هيبقى للتكريم، ولا خصوصا انا مهيب لو كابتن حسام البدري فضل في الفرقه، وحط بقى كذا علامه، فضل ولا مشي، فضل ولا مشي. لان انا عندي كلام كتير على موضوع ان كابتن حسام يفضل او ولا ما يفضلش، بس عايزين نقول له الف مليون سلامه طبعا. طبعا على صحته، ربنا يا رب. الكوره في 60 داهيه، الكوره في 60 داهيه انديه لا ما تفرقش قد ما تفرق بني ادم وصحته يعني. طبعا لكن احنا بنتكلم لو كابتن حسام البدري فضل، عماد متعب هيلعب ولا لا يا مهيب؟ والله بص، يعني هو الموضوع ما بين الكابتن حسام البدري وما بين الكابتن عماد متعب خلاص، هو هيفضل زي ما هو من الاخر خلاص. وده بيحصل، وده زي ما انا قلت من شويه مع احمد جلال، ده بيبقى وارد وبيحصل مع مديرين فنيين مع لعيبه. لكن عماد متعب يظل لعيب كبير، يظل لعيب قادر على العطاء، يظل لعيب خطير، يظل لعيب لما بينزل بيصنع الفارق. انا دي وجهه نظري المتواضعه، وده اللي كلمت فيها معاك كتير جدا. ان احنا عماد متعب يعني بص يعني اسم كبير. بص انت ترضى انت ترضى انا بقولها لك، انت ترضى النجم كبير زي عماد متعب تقول له لما ينزل بيصنع الفارق؟ يعني عماد متعب يلعب له 10 دقائق ربع ساعه؟ يعني انا هو نفسه رفض ده يا كابتن، يعني فاهم قصدي؟ بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن، هو نفسه رافض ده. طيب ما هو الكلام ده حصل مع كابتن حسام غالي، وكابتن حسام غالي الفتره الاخيره شارك لا بس لا حسام غالي بيلعب كان مصاب اساسي ساعات، كان مصاب بيلعب اساسي ساعات. بص يا كابتن، لما تيجي تقارن المركز بتاع حسام غالي والمركز بتاع عماد متعب في فرق كبير. ان عماد متعب المركز بتاعه مش يعني طبعا محتاج جهد كبير، مش محتاج جهد كبير غير كابتن حسام غالي اللي لازم رايح جاي ويبقى في شغل على العموم. على العموم انا يعني عماد متعب يفضل في النادي الاهلي، يروح الزمالك، يعتزل لا يعتزل، يتجه للاداره، ده شيء يخصه هو. احنا ملناش غير ان احنا نناقش فقط نجوميه لاعب في قيمه عماد متعب، لكن في النهايه القرار قراره يعني طبعا. القرار قراره واحنا من هنا بنتمنى له كل خير، بنتمنى له كل خير، نتمنى له كل خير. لو بقى في النادي الاهلي نتمنى له ان هو يحرز اهداف ويجيب اجوان مؤثره، زي ما اتكلمنا في ماتش المقاولين، واتكلمنا حتى في ماتش يعني الالومنيوم، نزل في تلت ساعه جاب هاتريك او اكتر. يعني لعيب مؤثر بيعرف يجيب جول. لكن احنا بنتكلم ان عماد متعب من 3 4 سنين زي شيكابالا من 3 4 سنين، زي حسام غالي من 3 4 سنين، زي حتى باسم مرسي من سنتين. يعني الوضع بيتغير مع مرور السنين، يعني الكيرف ممكن ينزل شويه. لكن هل هو لعيب كبير؟ لعيب كبير. اما باجي اقول فلوس، باجي اقول فلوس ايه؟ ان عماد متعب لو بقى في النادي الاهلي مش هيلعب، هيتقاضى اجر، مش هيلعب كتير، مش هيلعب زي ما عماد متعب عايز. فهمت قصدي؟ يعني عماد متعب مش بتاع ربع ساعه تلت ساعه، هو مش بتاع كباب وكفته ربع في تلت. عماد متعب لعيب كبير، يعني لازم يكون متواجد في فريق يحس بكيانه وبنجوميته، ويحس ان هو قادر على العطاء، ويحس ان المدرب عارف قيمته. خد بالك وحط تحتها 20 خط، المدرب عارف قيمته. عماد متعب مش محتاج يقعد يتمرن زي اللعيبه التانيه، لا، في وقت في لعيب كبير ما بيتمرنش بنفس القوه بتاعه اللعيبه اللي لسه طالعه، لكن عارفين ان لعيب مؤثر يعني. فده السؤال. طب اسال سؤال، كوليبالي مع احترامي يعني كابتن حسام بدري، كان بيقول ما عندوش فكره، ماشي،
كابتن حسام بدري اما نزل كوليبالي وتألق هو فوجئ نفسه بمستواه. اذا في بعض الاحيان المدرب ما بيحسش باللاعب في التدريب ويحس ان امكانياته عاديه، لكن اما يلعب يكسر الدنيا. ما هو ده اللي حصل مع عماد متعب لما احتاجته في السنه اللي فاتت، نزل وعمل لك الفارق من مباراه الانتاج وكسبك في الدقيقه 95. وبتروجيت اعتقد كمان، وبتروجيت نفس القصه في اخر والمقاولين السنه دي وقبليها جاريدو 5 في نهائي الكونفدراليه نزل برضه اخر 5 دقايق، وقبلها وفاق سطيف هناك. يعني هي قصه ان انت لما بتحتاج الراجل بتلاقيه. يعني ده اللي انا بقوله. ما انا بقى هنا بقى السؤال، هل عماد متعب هيفضل دايما يقول زي كلمتك كده اما تحتاج الراجل؟ لا طبعا. فهمت قصدي؟ لا بالعكس، ده انت ممكن تستفيد منه اكتر واكتر واكتر. ده انت في الزنقه بتلاقيه. طب ما هل عماد متعب يروح الزمالك فنيا يعني ولا انا بقولها اهو. بص يا يعني. جماعه، بص بمعرفتي بعماد، بعلاقته بالجمهور، بحب جمهور النادي الاهلي ليه، عماد متعب مش هيروح نادي الزمالك ابدا. العند وحش. ايه العند وحش؟ لا مفيش عنده ولا حاجه. ما هو قال لك عندي لا ممكن توصل لمرحله ان انت هو اذكى من كده، هو اذكى من كده. يعني انا بصراحه عماد متعب لو هو قدامه 3-4 سنين وقادر وحاسس ان هو هيصنع الفرق يروح، لكن لو قدامه سنه سنتين. طب ما انا قلت لك الكلام ده. طب ما انا قلت لك هو بقى حاسس ايه من انا قلت لك الكلام ده، ان هو ممكن عماد متعب قادر ان هو يكون حسام حسن تاني. بس انا قلت لك ايه؟ قلت لك في المكالمه، قلت لك ان عماد لو راح الزمالك هيبقى الزمالك عايز يساعده، وهو عايز، لان الزمالك لما بيجيب لعيب من الاهلي بيبقى عايز يقول ادي اهو يا عم اللي انتوا مشيتوه بتاع ده نجم النجوم اهو. كابتن خالد الزمالك في الماتش اللي قبل الاخير بيلعب بدون راس حربه. ده حقيقي. الراجل كان بيلعب احمد رفعت. صحيح. انت فاهم يعني ايوه، بس الزمالك السنه الجايه معلش هيبتدي يجيب لعيبه. لو وجود عماد متعب هيبقى اضافه كبيره جدا جدا لنادي الزمالك. طيب وعلى فكره وادي دجله الفلوس، يعني عشان بس انت جبنا سيره الفلوس، اعتقد ان فلوس الزمالك لن تقل بل تزيد على النادي الاهلي. طب اقول لك حاجه بس ما تزعلش مني بقى. عماد متعب لو راح الزمالك ممكن يتنجم ويجيب اجوان ويبقى مؤثر. لو راح اي نادي في مصر غير الاهلي والزمالك مش هيعمل حاجه. وحط بقى تحتيها وافهمها لوحدك. لا حتى لو عمل، يعني حتى لو جاب اهداف مش هتبقى بتاثير اهداف ان هو يجيبها في نادي شعبيه وجماهيريه. كميه الوصول للمرمى واللعب زون ديفنس. اصل بص، معظم انديه مصر بتلعب زون ديفنس وبتلعب على الهجمه المرتده، فالهجمه المرتده دي بتبقى محتاجه راس حربه محطه وسريع ومقاتل وبيجري فاهم. لكن ما بتلعب في انديه معظم الانديه بتلعب قدامها بطريقه زون ديفنس، فبيجي لك كور بتخلص. عماد متعب وكمان بتلعب في افريقيا او بتلعب في بطولات او بتلعب فعماد متعب ممكن يبقى له تأثير قوي جدا جدا مع نادي كبير وليه جماهيريه وشعبيه. لان انا لعبت شويه في الترسانه، ماشي، فرق شاسع جدا 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 بان انت تلعب لنادي جماهيري ونادي مش جماهيري. خد بالك، فرق شاسع. يعني انت ندمان على التجربه دي يا كابتن؟ بص انا لعبت 6 شهور يعني. لا بص انا لعبت 6 شهور، لعبت 6 شهور جيران يعني عدى الشارع بس. وعلى فكره حسام حسن لعب للترسانه بالظبط، واجمد لاعب في تاريخ مصر وهداف التاريخي الشاذلي، كابتن حسن الشاذلي طبعا، تاريخ الدوري كله. مصطفى رياض بالظبط، وحتى مصطفى الكيلاني الله يرحمه وشاكر عبد الفتاح. انا طبعا تعالى معلش محمد رمضان صح، وابو تريكه، لا والشابوري ومحمد رمضان الصغير لا في لعيب مؤمن وابو تريكه، مؤمن عبد الغفار، يا نهار ابيض ده كان لعيب كبير جدا. مؤمن عبد الغفار ده من اللعيبه، محمد رمضان وشكري كمال، محمد فؤاد، والله يرحمه شهيد الشابوري، لا عامر عبد المقصود، عامر عبد المقصود زي حتى باسم مرسي من سنتين. يعني الوضع بيتغير مع مرور السنين، يعني الكيرف ممكن ينزل شويه، لكن هل هو لعيب كبير؟ لعيب كبير. اما باجي اقول فلوس ايه؟ ان عماد متعب لو بقى في النادي الاهلي مش هيلعب، هيتقاضى اجر، مش هيلعب كتير، مش هيلعب زي ما عماد متعب عايز. فهمت قصدي؟ يعني عماد متعب مش بتاع ربع ساعه تلت ساعه، هو مش بتاع كباب وكفته ربع في تلت. عماد متعب لعيب كبير، يعني لازم يكون متواجد في فريق يحس بكيانه وبنجوميته، ويحس ان هو قادر على العطاء، ويحس ان المدرب عارف قيمته.
خد بالك وحط تحتها 20 خط، المدرب عارف قيمته. عماد متعب مش محتاج يقعد يتمرن زي اللعيبه التانية، لا في وقت في لعيب كبير ما بيتمرنش بنفس القوه بتاعت اللعيبه اللي لسه طالعه، لكن عارفين ان اللعيب مؤثر يعني. فده السؤال. طب اسال سؤال، كوليبالي